اول حاله هنشوفها مع بعض هنا، الحكم حسب مخالفه للاعيب مصر. شوف مع بعض كده، هتلاقي لاعب فرنسا بيستخدم اليد مع اللاعب، وطبعا هنا استخدام اليد موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، الحاله ديت الحكم حسب فاول على لعيب منتخب مصر. شوف مع بعض كده، هتلاقي مفيش اي التحام مع لعيب فرنسا. هنا بص على جسم لعيب فرنسا، اللاعب واخد القرار ان هو يقع، وفعلا اول ما اللاعب ما وقع الحكم حسب فاول على لعيب منتخب مصر، وطبعا هنا قرار الحكم قرار خطأ. نروح للحالة اللي بعديها، والحالة دي من أهم الحالات في المباراة، أو تقدر تقول عليها أهم حالة في المباراة. هنا حكم الفار جاب حكم الساحة علشان يقول له إن في ضربة جزاء على لعيب منتخب مصر. تعال نشوف مع بعض كده اهو، هل في ضربة جزاء ولا لا، ونشرحها واحدة واحدة. أول حاجة إن هو قبل الكرة ما توصل للعيب فرنسا، هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب منتخب مصر زي ما احنا مش شايفين مع بعض. هنا لعيب فرنسا ساند وهو طالع علشان ياخد الكرة، ساند باليد من كل الزوايا كانت واضحه. هنا استخدام اليد موجود، واللاعب ساند وطالع علشان ياخد الكرة. طيب طبعا الموضوع ما انتهاش عند اليد بس، اول ما الكرة ما وصلت خلاص شال ايديه وعمل التحام كمان بالقدم. فطبعا هنا هو انا مش فاهم، حكم الفار ما شافش الحاجات دي؟ يعني ما شافش القدم وما شافش اليد؟ يعني لقطة غريبة جدا من حكم الفار. يعني هنا لولا حكم الساحة خد القرار الصح ان هو في مخالفة قبل لمسة اليد، كان ممكن يتورط وكانت هتبقى فضيحة تحكيمية. لكن الصراحة حكم الساحة خد القرار الصحيح، ومفيش ضربة جزاء، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحالة اللي بعديها، هنا فاول على لعيب منتخب مصر. نشوف مع بعض هنا، هتلاقي اللاعب داخل بقوة على لعيب فرنسا ورافع القدم، وطبعا هنا هو الفاول موجود والانذار الثاني مستحق، واللاعب ده كان عنده انذار اولاني بسبب اعتراضه على الحكم. طبعا قرار الطرد قرار مستحق.